الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا. أولا سعداء جدا أننا في أحضان هذه الولاية التاريخية معقل أحد معاقل الكبرى للثورة الجزائرية، ونحن في شهر الانتصارات، شهر عيد الاستقلال وعيد الشباب. علاج ما تركته وخلفته وراءها، ولعل الأمية والنسبة العالية التي خلفتها وراءها بعد قرن ونصف قرن من التجهيل حوالي 84%. تحمل الديوان منذ 1964 في محاربة هذه الآفة وتقليصها، والحمد لله بفضل الله أولا، وبفضل جهود الدولة الجزائرية والمخلصين فيها عن طريق رجال الديوان الوطني لمحو الأمية، استطاعوا أنهم يقلصوا من هذه النسبة بشكل كبير. يعني انخفضت على مدار تقريبا 60 سنة من إلى 7% سنة 2022. إذن واليوم نلتقي مع مديري ورؤساء مصالحهم في لقاء تقييمي لجهد سنة دراسية وتقويمي لمسارات مهنية إن شاء الله نبدأها في السنة القادمة إن شاء الله. إذا أشرفتم هذا الصباح برفقة السيد مدير التربية ولولاية جيجل وكذلك الأمينة العامة للديوان على افتتاح إشغال الملتقى إطارات الديوان. ما هي أهم محاور هذا الملتقى ونعرف منه، خصوصا وأنه يتزامن مع اختتام السنة الدراسية 2024-2025 وكيف تقيمون هذه السنة الدراسية؟ أولا بالنسبة لتقييم هذه السنة الدراسية، الرقم التقريبي هو 40,000 متحرر نالوا شهادة التحرر من الأمية بعد إجراء الاختبار القاعدي في جوان المنصارم، وهي نسبة تشرفنا، ونأمل أنها أو عدد أنه يرتفع في السنوات القادمة إن شاء الله بالضعف إذا أمكن ذلك. في هذا الملتقى عندنا هو ملتقى تكويني بدرجة ما،
في الجانب التسيير الإداري الذي فعلا تسيير إداري حكيم ويعتمد الحوكمة، فعلا سوف تكون من نتائجه ومخرجاته نتائج طيبة، تسيير هادئ، علاقات احترام متبادل، تعاون لمحاربة هذه الآفة. كذلك تقييمي لمسار الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي انطلقت سنة 2008، وراه معنا أحد من ساهموا في إنجازها وانطلاقها. هذه الاستراتيجية التي خصصت لها الدولة الجزائرية إذا حسبنا من 2008 أرقام نستطيع نقول خيالية من حيث الموارد المالية التي خصصت لتنفيذ هذه الاستراتيجية وما عبئ له من طاقات بشرية. إذن نريد في هذا اللقاء أو الملتقى أننا نسمع من رجال الميدان حول ما يمكن أن يقدمونه من إضافات، تعديلات، تحسينات، بل حتى سميناها الاستراتيجية رقم 2. يعني إذا طلب استلزام الأمر ربما نقترح استراتيجية رقم 2. يعني وحاليا نريد فقط أن نسمع من القاعدة، بحكم أن فيهم من هو راه في أكثر من عقدين في الديوان، لابد أنهم اكتسبوا تجربة، لهم نظراتهم الخاصة، نريد أن نستفاد منها إن شاء الله، خاصة ونحن في مرحلة حساسة من تاريخ هذا البلد، يريد أن يكون له موقعه بين الشعوب والأمم. مرحلة حساسة تعيشها الجزائر، يعني خصوصا في جغرافيتها، أو مرحلة حساسة تعيشها الجزائر، يعني وتتطلب منا يعني التصدي للمعركة التي تشهدها، معركة من نوع آخر. يعني فرنسا قامت بتجهيل الشعب الجزائري بمحاربته دينه وثقافته. اليوم المعركة هي معركة التكنولوجيا، معركة الرقمنة، ونتحدث اليوم عن محو الأمية الرقمية. شرعتم منذ سنتين أو تحدثتم منذ سنتين كديوان طبع المشكل عن إطلاق ما يسمى أو إدراج الرقمنة في المضامين بيداغوجية المحو الأمية. هل يعني أو كيف تقيمون هذه العملية، وهل شرعتم في تطبيقها فعلا في الميدان من أجل القضاء على الأمية الرقمية لدى شريحة واسعة من الناس؟ هي بحكم أن الاستراتيجية كانت في سنة 2008 لم يكن موضوع الرقمنة مدرجا، ولكن الآن أصبحت فرضت نفسها العملية كمحور في منهاج التربوي والتعليمي غير موجود. يعني رانا نعمل على أن يكون هناك تعديل في البرنامج أو في المنهاج الذي تناوله الدارس على أن يتضمن هذه المضامين الرقمية، ولكن هناك مبادرات نشجعها ونثمنها من طرف مديري الملحقات ومن طرف الأعوان المتعاقدين، وهم في شكل معلمين أو أساتذة يقوموا بمبادرات لمحاربة ولتلقين الناس على الأقل كيف يتعامل مع أو استخدام هذه التكنولوجيا في جانبه استخداما إيجابيا. كديوان كذلك عندنا في هذا الملتقى نطرح تطبيق للتسيير المهني، المسار المهني ومسار ليس المسار التعليمي للدرس، بحيث يسمح لنا يكون عندنا صورة حقيقية وواقعية لوضعية أو للتعداد والنسب والفئات، يعني عن طريق هذا التطبيق الذي رقم القطاع ضمن جهود وتوجيهات فعلا. يعني فعلا نريد أن نعمل في إطار الاستراتيجية التي وضعها السيد رئيس الجمهورية 2025-2030. ترى يعني هناك عدة مبادرات رانا نقوم بها إن شاء الله لرقمنة الديوان في المجال المهني أو في المجال التعليمي إن شاء الله.
ان شاء الله. الموسم الدراسي 2024 2025 يمكن كما قلت تفضلت وقلت بانه نقدر نقولوا بانه نجح. في 8 سبتمبر المقبل الموعد مع احياء اليوم العالمي للبحوث العلميه، هي فرصه ايضا لاستعراض يعني جهود الديوان والجمعيات الشريكه في مهمته في ملف البحوث العلميه. هل او متى يمكننا الحديث عن صفر أمية في الجزائر؟ ما نكونوش مثاليين كثير، ولكن هاجس الأمية يعني حتى الدول المتقدمة حتى الدول الرائدة ما زالت تعاني من هذه الظاهرة، ولكن نستطيع أن يعني نقلصها لأكثر من تحت 7% بحول الله. وقلنا الآن عندنا في إطار الرقمنة محاولة القضاء على الأمية التكنولوجية، ولعل الآن مثلا وزارة التربية مثلا أقحمت المواطن بشكل مباشر في متابعة مسار أبنائه عن طريق الفضاء الأولياء، أو عن طريق التسجيل في البكالوريا، أو عن طريق حتى على التعرف على نتائج الامتحانات الرسمية يعني. وهذه تطلب نوع من المعرفة والمعرفة التكنولوجية في التعامل مع هذه الطرق التسييرية الحديثة. طيب اليوم التقيتم أنتم كمدراء مركزيين وكمدراء أيضا ملحقة الديوان على مستوى الشرق والجنوب الشرقي، وأكيد في لقاءات تشمل باقي ولايات الوطن. كيف وجدتوا جيجل اليوم؟ كيف استقبلكم السي مراد؟ السي مراد الله يبارك مدير ملحقة جيجل وناس جيجل. هذا هي الطبعة الثانية من الملتقى الأول أنجزنا في مدينة شلف، ضم كذلك حوالي 28 ولاية من الغرب الجزائري والجنوب الغرب الجزائري. واليوم ونحن ضياف عند مدينة في بلدنا ومدينتنا جيجل وعند خونا سي مراد درويش. أجواء استقبال كانت رائعة يعني، تهيئة للظروف، ونشكره جزيل الشكر على ما قدمه ووفره للسير الحسن لهذا الملتقى إن شاء الله. إن شاء الله. كيف وجدتم جيجل؟ أول مرة تزور جيجل؟ خرجوا شوية إن شاء الله. من العشاء المساء إن شاء الله ما مشتهاش. دخلت البارح في الليل ما مشتهاش. الديوان الوطني لمحو الأمية وتعلم الكبار، السيدة الأمينة العامة للديوان، الإطارات المركزية للديوان، الإطارات المحلية لمختلف المراكز والملحقات على مستوى الولايات، السيد مدير الإذاعة، رؤساء الجمعيات الناشطة في هذا المجال، الحضور الكريم، سلام الله عليكم جميعا في هذا اليوم المبارك. نعتز كثيرا باحتضان هذا اللقاء، وأتقدم بالشكر الجزير لزميلي وأخي المدير العام والسيدة الأمينة العامة لهذا الاختيار، لأنه شرف لنا فعلا أن نحتضن إطارات هذا الديوان الذي أبى إلى أن يستمر في نشاطه وفي نضاله الدؤوب عبر أعماق الجزائر، من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، لرفع غبار، لا أقول الجهل وإنما أقول لرفع غبار ما أملته على أمهاتنا وآبائنا وعلى بعض أبنائنا الظروف، لأن لا يتمتع بما تمتعنا به من فرص التعلم. أبى هذا الديوان إلا أن يناضل ويكافح من أجل أن يوصل المبادئ الأولى للحروف الأبجدية لهذه الفئة، لكنها سرعان ما كبرت هذه المبادئ وتحولت فعلا إلى ثروة. أنا عندما أتنقل إلى جبال جيجل، إلى أعماق وأودية جيجل، وأجد أولئك المسنين ملتفين
ومجتمعين داخل أقسام دراسية. في بعض الأحيان يتبادلون الأحرف والكلمات وكأنهم في أقسام تحضيرية أو أقسام السنة الأولى ابتدائي. نتذكر كيف آباؤنا وأجدادنا من أجل هذه الجزائر الأبية. سيدي، أتمنى لكم من أعماق قلبي أن تكونوا فعلا خير خلف لخير سلف. إذا تحية طيبة لكل سكان جيجل، البلد المضياف، الولاية المضيافة التي استفدنا يعني بوجودنا بها ليس لأول مرة، وإنما كن قد التقينا في إطار برامج التكوين للديوان الوطني للمحلولين والتعليم الكبار في هذا المكان بالذات. إذا في إطار احترافية في التكوين وتنفيذا للبرامج المسطرة من طرف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، نلتقي اليوم في الجهة الشرقية للوطن في هذا الملتقى الذي يضم ولاية الشرق والجنوب الشرقي، وحرصا من السيد مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار على إشراك مختلف إطارات الديوان في وضع رؤية وتقييم الأعمال ووضع رؤية والمساهمة بمقترحاتهم وأفكارهم. نلتقي لتبادل الخبرات، الأفكار، التجارب المحلية، إضافة إلى أمور أخرى لضبط العمل الإداري بصفة عامة بين الديوان وملحقاته. يعني الحمد لله في إطار كنا قد شكلنا لجنة منذ سنة 2015، انطلقت الاستراتيجية سنة 2008، التحضير لها بدأ من سنة 2004، انطلقت بعد مصادقة عليها في جانفي 2007 من طرف الحكومة الجزائرية، انطلقت سنة 2008 رسميا. عندما قربت سنة 2016 تم تشكيل لجنة وطنية لتقييم عمل الاستراتيجية، ونظرا للأرقام المسجلة كما ذكر السيد المدير يعني نسبة لتفوق اليوم نحن حسب تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار يعني 7. يعني هذا الرقم يبين يعني ويوضح المجهود تاع الدولة الجزائرية في هذا المجال. بقي اليوم أننا لإعادة في إطار التوجيهات التي يقدمها السيد المدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بإعادة تقييم الرؤية في حد ذاتها، رؤية الاستراتيجية لإعطاء دفع جديد. لم تعد محو الأمية كما كانت في السابق فقط تقتصر على القراءة والكتابة والحساب، وإنما كهدف، وإن أصبحت هذه وسيلة لإنجاح عملية التنمية في مختلف الجوانب في إطار محو أمية تشرك مختلف أطياف المجتمع بما في ذلك أفراد العائلة في إطار محو أمية عائلية. سعداء جدا بوجودنا بولاية جيجل المضيافة ونحن نتمتع بأجوائها. نشكر زميلنا سي مراد على توفير كل الأجواء، على الترحاب، جو الحق ممتع مفيد. تحياتنا لكل السلطات المحلية على هذا الترحيب، يعني على هذا الاستضافة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أولا نشكرك الأخ رياض وكذلك إذاعة جيجل الجهوية على هذه الدعوة، احنا جد مسرورين باستضافتنا لكم. كذلك بالنسبه للقناه الخاصه بمديريه التربيه قناه المناره، اذا يعني بالامس استقبلنا حوالي 27 ولايه مشاركه في هذا الملتقى الجهوي المنظم لفائده اطارات الديوان الوطني لمحو الاميه وتعليم الكبار للجهه الشرقيه والجهه الجنوبيه الشرقيه، وذلك تبعا الملتقى الجهوي المنظم في الجهة الغربية بولاية الشلف. إذن نحن يعني صاهرين يعني بكل جدية لإنجاح هذا الملتقى التكويني. الحمد لله يعني جميع المشاركين وعلى رأسهم المدير الديوان الوطني لمحو الأمية، وكذلك زملائنا المدراء الملحقات 27 ولاية ورؤساء المصالح راهم يعني راضيين وراهم متفائلين بنتائج هذا الملتقى. مرحبا بكم، السلام عليكم. معكم قربي إبراهيم من ولاية ليزي، رئيس مصلحة إعلام اتصال بملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا نشكر القائمين على تنظيم الملتقى الجهوي هذا بولايه جيجل. الملتقى جاء في وقته بعد انتهاء جميع الاعمال الاداريه في جامعه الملحق، يعني اختتام السنه الدراسيه. احنا هنا متواجدين مع الزملاء مدراء ورؤساء مصالح واطارات الديوان من اجل نقدر نقولوا تجديد واكتساب معارف جديده تساعد في التسيير الحسن للملحقه، وفي نفس الوقت ممكن تدارك نقائص كانت موجوده في السابق. بالنسبه للتحديات اللي ممكن تكون مرفوعه على مستوى الولايات خاصه منها الجنوبيه، هي احنا في الولايه الجنوبيه بالضبط مدينه تيليزي، ولايه تيليزي والله جانت الشساعه نتاع المسائل الولايه يشكل تحدي كبير، والتجمعات السكانيه في بعض الاوقات ما تكونش متقاربه، تكون متباعده، ولازمك لازم على المسير والله المؤطر والله يوفر الامكانيه نتاع التمدرس تاع كل الاميين والله الدارسين في المناطق، وتحاول انك توازن. التحدي الممكن الشكل اللي تواجهناه كذلك هي نقص تأطير الأعوان المتعاقدين. في بعض الأحيان نستعين بالمتطوعين وجمعيات ناشطة في الميدان، هي تغطي جانب من النقص، ولكن النقص في حد ذاته يبقى قائم. هالوغ كنظنها ولاية جيجل تسيدك لنا غير الديوان وانا الوطني محو الأمية وجنن الديوان الوطني محو الأمية وتعليم الكبار يسيدك لنا غير يسيدك المدير الإطارات من الديوان سيدك لنا هالوغ ضفر نقولوا يا وندغي هرايد عم جرن تليل عم جرن تليل الخدمة التبدي الموسم الدراسي كامل سدك لنا هالواقع نغلي ما يكن الديوان ما تكن الملحقة تاع الديوان دغ الولايتين تيغ ما مهرتم ويسينين يواغن تنفع تاع غير تعوض الدنيا تاع الزغط توجج مير توارت تغرياني مير دسيلا لينين قلت لنا تفسني وانتي دماغ هرتيني واغن تنفع تاغد يدمو كس دغوتين ودقلني ان شاء الله. انا كانت ضغ الولايات انا لوزي ميرجانت يوتيان نجمايا بده نجمايا سيتي مي تيلالت الدولة تيلالت الجمعيات تيلالت نري دوبن يمدا يدي جد فوس النت يلا كان يضي للدولة المجهود وان الدولة فولا باش نكس الأمية تاع هرت وستهو الأمية الدنيا تورت تغري تورت تجري المغنى تاع سيطار ياسني لأن كان إن شاء الله بالمجهودات نوانت مدام تليت نوانت مدام باش إن شاء الله إن مثل الأمية دغ دزاير إن شاء الله دغ ليزي جيجل نسيني مرة سنهولا ولاية جيجل ولا الدنيا تاع تبدلت في المركز واغ نموسي مجارا ورسنا هالواغ ورني دسنا راي حسين نسينا مرة سنهولا نسيت انا غينا بدينا كنا الضحك على لنا يا سن الردان بنان دغواها نرجع نضحك على نسندا وتنمرت تنمرت راديو سنمدا ان شاء الله يفلد الولايات تيغنا دوسرينا هالوغدا سيدي كلنا عن الوضع ان شاء الله. يعطيك الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم. المدير يعقوب عبد الرحمن من ولاية طابن رصد. اولا نشكر الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار على هذا الملتقى، كذلك نشكر ولاية جيجل على هذه الاستضافة وعلى حسن الاستقبال. في حقيقة الأمر الملتقى هذا
الحمد لله التقينا بزاف من المدراء ما كناش نعرفوهم، والحمد لله تعرفنا عليهم واحتكينا بهم وعرفنا طبيعة كل منطقة، والحمد لله استفدنا من بزاف امور، خاصه المدراء الجدد في التسيير الاداري نتاع الملحقه. والحمد لله والله العظيم شكرا ولاية جيجل بزاف على هذه الاستضافه، والحمد لله. وان شاء الله هاد وان شاء الله الملتقيات هذا ان شاء الله ما تكونش في ولايه واحده. احنا ماذا بينا يكون عندنا ملتقى في الولايات الجنوبيه على الاقل باش كاع الناس تحس بالطبيعه المنطقه نتاع كل ولايه والمعاناه. تقريبا من طامن راس الى ولايه جيجل راهي تقريبا واحد 2000 كيلومتر. 2000 كيلومتر راهي غير في اللسان ماهيش صعيبه، ماهيش سهله في الحقيقه. والحمد لله مع جهود الدوله على الحمد لله كاين الطائرات، كاين حافلات، كاين السيارات، الحمد لله. ونشكر الدوله على كل المجهودات القائمه بها خاصه لمحو الاميه. نحن في الصحراء تقريبا راهي صحراء شاسعه بزاف، هاي تقريبا فقط المسافه من طابن راس الى عين صالح تقريبا 700 كيلو، ومن طابن راس حتى لعين قزام تقريبا راهي واحد 400 كيلو. معناتها مسافه كبيره بزاف، تقريبا واحد 1000 كيلومتر. ماهيش حاجه سهله باش تغطي المؤطرين وتقدر تتحكم فيهم على كاع المستوى الولائي. وان شاء الله يكون هذا الملتقى ان شاء الله ناجح. وشكركم على هذا الدعم وشكرا.